قوله تعالى والتين والزيتون، التين الحسن والزيتون الحسين عليهما السلام. طيب احنا قلنا قبل قليل هناك من يعترض ولا يتقبل، شلون التين يكون هو الحسن وشلون المقصود بالزيتون الحسين؟ احنا قلنا القرآن يفهمه من خوطب به وهم أهل البيت، وهذا هو كلامهم، مو فهمي أنا ما أعتمد على فهمي أنا أو فهمي فلان وعلان، احنا نريد كلام أهل البيت ماذا يقولون. احنا مو مأمورين أن نطيع أهل البيت؟ لو مأمورين أن نطيع غير أهل البيت، إذا مأمورين نطيع غير أهل البيت فلان وعلان نأخذ كلامهم، ولكننا غير مأمورين إلا أن نطيع محمد وآل محمد. فإذا محمد وآل محمد قالوا التين هنا المقصود به الحسن إذن هو الحسن، الزيتون المقصود به الحسين الحسين. هسه قد أكو طبعا عندنا روايات أنه مثلا، وتجي عندنا روايات أنه كثيرة، أنا قلت أعطيكم زبدة المخاض، ولا في عندنا روايات أن التين هو النبي محمد صلى الله عليه وآله والزيتون هو علي، ولا فرق. احنا قلنا محمد وآل محمد هم نور واحد، أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد، بل كلنا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. لا إشكال حتى لو فسرت، وهذا جاءت رواية عن أهل البيت أن التين المقصود بها هنا النبي محمد والزيتون علي، وإن كان هنا التين كما في هذه الرواية الحسن، باعتبار أن الحسن هو شبيه النبي ونهجه هو نهج نبوي، وهناك نهج علوي، والحسين هو نهجه علوي، ولا فرق بين النهج العلوي والنهج النبوي، كلاهما واحد يكمل بعضهما الآخر، تنوع الأدوار ووحدة الهدف. هناك تشابه، النبي كان يحب التين هذه الثمرة، والحسن كان يحب التين، الزيتون أمير المؤمنين كان يحب الزيتون، والحسين كان يحب الزيتون.